ازيكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض اجمل وصفه لكل حبايبي اللي بيهتموا بنظافه بشرتهم وبنضارتها. النهارده الماسك ده انا اول مره اعمل معاكم ماسكات على الصفحه بتاعتي. اتمنى ان هي تعجبكم جدا. كملوا معايا الفيديو للنهايه وهتستفيدي جدا جدا. معايا هنا 3 حبات من البطاطس. لو عندك حبه بطاطس كبيره هتبقى بطاطسايه كبيره، فانا اللي كان متوفر عندي البطاطس الصغيره اللي انتوا شايفينها دي، فتقريبا نفس الحجم. تمام كده. هنبتدي في البدايه طبعا نغسل البطاطس كويس في البدايه، وبعد كده هنقشرها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنشيل القشره وننضف البطاطس كويس، لان هتبقى هي المعجون الاساسي النهارده في الوصفه بتاعتنا. كده انا قشرت كميه البطاطس بتاعتي. هنجيب الببشره بالعين الوسط اللي هي بنعمل بيها البصل او الطماطم. تبقى طبعا حلوه جدا علشان تبقى معايا خفيفه ورقيقه. هنبشر كل كمية البطاطس اللي موجودة معانا، وحسب ما انت عايزة الكمية ممكن تكتري الكمية وتشيليها في التلاجة في علبة محكمة الغلق، هتقعد معاكي اكتر من 15 يوم كويسة جدا. هنبتدي ان احنا نبشرها بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين كده، وصفاتي كلها ان شاء الله هتبقى سهلة وحلوة جدا. بمجرد ما هنخلص البشر بتاع البطاطس بتاعتنا، هنجيب 4 معالق من مية الورد اللي هي ماء الزهر. طبعا بتتباع في عند العطار او في الصيدليات، بتبقى متوفرة جدا وسعرها حلو. هتدي نضارة للبشرة، وكمان هتدي ريحة حلوة جدا للمنطقة اللي انت هتحطي فيها الماسك بتاعك. تمام كده. دي وصفة لجميع اجزاء الجسم الداكن في اي مكان. هنسيبهم كده تنزل المية بتاعتها مع ماء الورد، وبعد كده هنجيب معانا هنا 3 معالق من النشا، عليهم 3 معالق من الخل الابيض بتاعنا العادي جدا اللي هو بنحطه في الاكل. هنبتدي ان احنا ندوبهم كويس جدا مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لان طبعا النشا لو سبناه على كده هيكلكع معانا ومش هيتفرد على المكان اللي احنا محتاجين نفتحه كويس. تمام كده. هنبتدي ان احنا نلفها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بمنتهى البساطة. بعد كده هنجيب الطبق اللي كان فيه البطاطس وماء الزهر زي ما انتوا شايفين كده، وهنحطها على الطبق اللي موجود فيه الخلطة بتاعت النشا والخل، ونحاول ان احنا نضغط على المصفى كده علشان ننزل كل المية اللي نزلت من البطاطس. يعني مية البطاطس هنستعملها في الماسك، اما التفل ده او القشر ده هنستعمله في حاجة تانية. تمام. هنبتدي ان احنا ننزل كل الكمية بتاعة المية. طبعا الطريقة دي لو استمريتي عليها مرتين في الاسبوع هتبقى زي الفل معاكي، وهتشوفي نتيجة ملحوظة 100%. تمام كده. هنشيل التفل اللي احنا اخدناه في الطبق على جنب، ونكمل باقي الوصفة بتاعتنا اللي هي بتاعة الماسك الاساسي. تمام كده. بعد كده هنا معانا بالظبط احنا كده قلبناها كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه. دي معلقة من الدقيق. هتبتدي ان انت تلفي بيها النشا والمكونات الاولانية دي مع بعض كويس زي ما انت شايفة كده، لحد ما يبقى معاكي زي قوام الكيك مثلا او قوام حلو كده. ينفع ان هو يتحط على البشرة ما يبقاش نازل منك خلاص. طبعا الخطوة دي حلوة جدا ومهمة برضه. تمام كده. بعد كده انا هنا معايا معلقة من النشا، وكمان معانا معلقة من اللبان الذكر المطحون. فطبعا لبان الذكر معروف ان هو بيفتح البشرة، وكمان حلو جدا لتنقية البشرة ونضارتها. هنقلبهم كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هتطلع معاكم النتيجة 100% بإذن الله تعالى. تمام. هنبتدي ان احنا ندقها كده علشان برضو المية اللي موجودة في البطاطس تنزل شوية. خلاص. وكمان ما ننساش ان احنا حطينا معلقة من السكر. معلقة السكر مهمة جدا. تمام. يبقى الخليط اللي هي الصنفرة اللي انا هنضف بيها في البداية البشرة، انا بس هنا بوريكم في الايد. بعد كده انت عايزة تستعمليها في اي مكان في الجسم مش هتبقى وحشة، هتبقى زي الفل. هتبتدي ان انت تدعكي ايديكي بالمكونات بتاعه الصنفره اللي هي القشر بتاع البطاطس، التفل بتاع البطاطس، ومعلقه من السكر، وكمان عليها نص معلقه من لبان الذكر المطحون. ونقلب كويس جدا زي ما انت شايفه، وتدعكي كويس جدا بالصنفره اللي انت شايفاها دي. طريقه منتهى البساطه وهتشوفي نتيجه ملحوظه باذن الله. انا بستفيد من يعني الخلطات دي، فانا حبيت ان انا افيدكم، لان فعلا الطريقه بسيطه جدا جدا موجوده في كل بيت. مش هتستغني عنها بعد كده في اعياد، في مناسبات، في حياتك العاديه ان انت عايزه تنضفي ايديكي كده. حطيتها ربع ساعه، وبعد ما خلصت خدت ربع ساعه بالظبط، وزي ما انتم شايفين ده كده في البدايه.
بعد كده هنجيب المعجون الاساسي اللي هو النشا وماء الزهر، وكمان يعني هتقلبيه كويس جدا هنا على ايديكي، وتحطيه تفرديه على الايد زي ما انت شايفه كده، او في اي مكان انت حابه انك انت تعملي فيه. احنا هنا حطينا الدقيق وماء الزهر والنشا، وكويس جدا تقلبي زي ما انت شايفه كده علشان يعني الايدين تنعم معاكي، وريحتها هتبقى جميله جدا. ولو عليها اتساخات، لو على اماكن داكنه، هتستمري عليها مرتين في الاسبوع وهتشوفي النتيجه الملحوظه. هنسيبها ربع ساعه كمان، وبعد ربع ساعه ابتدى ينشف زي ما انتم شايفين، بس الملمس بتاعه بيبقى طري، انك انت تفركيه فرك بايديكي زي ما انت شايفه كده، هيبقى معاكي زي الفل. بس استمري زي ما انت شايفه. اللهم بارك. طريقه حلوه جدا وسهله جدا جدا، وانا حبيت ان انا افيدكم. اتمنى منكم لايك وشير واشتراك للقناه ودعوه بظهر الغيب، ولكم بالمثل ان شاء الله، واشوفكم على خير يا حبايبي.